الزمالك والاتحاد السكندري. الاتحاد في المركز ال 14، لعب 19 ماتش، فاز في 6، اتعادل في 2، وخسر في 11 ماتش. مدرب الاتحاد تامر مصطفى، عنده 50 سنة، درب قبل كده الإسماعيلي ومودرن سبورت، وطريقته المفضلة في اللعب 4-3-3. في حراسة المرمى جنش، وده كل الأهلاوية بيقولوا إن هو بيفوت للزمالك، ولما تسألهم إيه الدليل إن هو بيفوت للزمالك يقول لك أصل هو الزمالك مرة جاب فيه جون وهو ما مدش إيده على الكورة. مع إن أنت عندك الشناوي حارس مصر الأول ما بيمدش إيده على الكورة، يبقى كده الشناوي بيفوت لكل الفرق اللي بتلعب الأهلي. آخر 10 ماتشات بين الزمالك والاتحاد، الزمالك كسب 7 وتعادلوا 3، الاتحاد ما فازش في ولا ماتش. الزمالك سجل 17 هدف والاتحاد سجل 4 بس. طب الاتحاد عنده لعيبه نقلق منها؟ عنده لعيبه نقلق منها. عنده في نص الملعب دونجا، وده لعب قبل كده في بيراميدز وفي الاسماعيلي ولعب عندنا كمان. وعنده محمد مجدي قفشه، طبعا احنا كلنا عارفينه. وعنده عبد الرحمن مجدي، لعب في بيراميدز وفي الاسماعيلي. وعنده يسري وحيد، ويسري وحيد ده في وقت من الاوقات كان هيبقى عندنا في الزمالك. وعنده في الهجوم طبعا جون ايبوكا ومابولولو. هل عنده نقط ضعف؟ دفاع الاتحاد في 19 ماتش عنده 7 كلين شيت، وده رقم ممتاز، بيقول ان دفاع الاتحاد دفاع مش سهل. عنده نقطة ضعف وحيدة في الدفاع ده، وهو الباك الشمال كريم الديب، عنده 35 سنة، ومن حسن الحظ ان اللي هيلعب عليه احرف لاعب في الزمالك خوان بزيرة. هل الماتش ده سهل؟ لا، مفيش ماتش سهل في الدوري، بالذات لما تيجي تلاعب فريق اقل منك. لعيبه الاتحاد بتستنى ماتش الاهلي والزمالك بالذات عشان كل لعيب بيطلع 200% من مستواه، لان تقريبا دول الماتشين الوحيد اللي هو الناس بتشوفه فيهم. فاي لعيب ما بيبخلش باي مجهود في الماتشات دي، غير ان هو بيبقى نازل واخد افضليه عليك، ان نتيجه التعادل بالنسبه له انتصار. هو عايز يطلع بالنقطه عادي، هيبقى كانه كسب كاس العالم، ما عندوش مشكله. فانت لازم تنزل تلعب ضاغط وتسجل من اول الماتش عشان ما تصعبهاش عليك. كل ما الوقت بيعدي كل ما بياخد ثقه، ولو لا قدر الله هم سبقوك بجون هتشوف اوقات سودة. هتلاقي كل شويه لعيب يقع يمسك رجله، وده يمسك فخده، وده يمسك مناخيره، وساعتها ما تلومش الا نفسك. لازم من اول المباراه ما تستهترش بالفريق الاتحاد، تضغط تسجل وتحافظ على الهدف لحد ما تسجل هدف تاني، علشان هم هيستنوا اخر الماتش ويضغطوا عليك. هو الاتحاد لو انت سجلت فيه هدف مبكر مش هيفتح اللعب ومش هيطلع لقدام، وهيفضل برضه محافظ على ان هو يلعب في الدفاع على امل ان هو يخطف اي كورة. مش هيفتح لك اللعب ويخليك تسجل فيه التاني الا لما يلاقي الماتش لو النتيجة فضلت مهزوم ب1-0 لحد الدقيقة 80 هيبتدي يفتح اللعب خلاص، لان كده كده خسرانة. هيحاول يسجل التعادل او يجي فيه التاني، مش هتفرق معاه ساعتها لان الماتش ب3 نقط، 2-0 زي 1-0. فلازم انت ما تدلوش الفرصه لكده، تلعب ما تستهترش، ما تقولش ده فريق اقل مني وانا في اي وقت هسجل الجون. لا، لازم تنزل الماتش كأن الدقيقه 80 وانت متاخر بجون، ضغط كثافه في الهجوم مع جماهير الزمالك. ان شاء الله هنكسب وهناخد ال3 نقط وهنفضل في الصداره. سلام.